هذا هو صحن المعكرونة الصح. هذا صحن الأزمات والزنقات، يعني اللي جوعان مباشرة بيركض على المطبخ. اليوم بدنا نعمل أطيب وأسهل معكرونة بطنجرة واحدة، وسهلة واقتصادية. العمى صفيان هالأيام شي سهل وسريع واقتصادي، لك إيه وبطنجرة واحدة. شاركوا معي، خلينا نساويها مع بعضنا. أول شي شو بدنا نساوي؟ بدنا ناخذ البصلة ونقشرها. بسم الله يا كريم. طبعا بالنسبة لهي الأكلة شو متوفر عندكم خضرة حطوا، ما في أي مشكلة، بس أهم شي يكون في بصل وثوم، لأنه هدول أطيب الشي مع المعكرونة. طبعا ما في أطيب من البصل والثوم، بس كمان ما في أحلى من وقت الواحد يقطع بصل بيتذكر كل شي عزيز على القلب. وهلا شو بدنا نساوي؟ بعد ما قشرنا البصلة بدي أخذها بهذا الشكل. هلا هيك بعد ما قطعنا البصلة بدنا طنجرة. ناخذ طنجرة، بدي نزل عليها شوية زيت زيتون. بسم الله. بزيادة زيت زيتون، ما في مشكلة، بتطلع الأكلة من الآخر. هلا بنشغل. بسم الله. هلا هيك حمي الزيت، بدي نزل البصلة عليه. بدي نزل عليهم قدر 3 اسنان توم مهروسين. يا عيني على التوم والبصل، بيعطوا طعمة وريحة بتغوب على القلب. وهيك يا غوالي هلا بدنا نقطع الدجاج. طبعا بالنسبة لموضوع هاي الأكلة متوفر لحمة، متوفر دجاج، مو متوفر شي نهائيا، ما في أي مشكلة. أنا هون عم بستعمل صدورة الدجاج. تمام. بدي خليها شوي خشنة معي مشان ما تذوب. شايفين بهذا الشكل. طبعا بالنسبة لموضوع الكفوف، والله ضربت ايدي على الكفوف ما لقيت كفوف. هلا بيقولوا الشيف امين عم يشتغل بدون كفوف. طبعا انا عم بشتغل باكل الي يعني للبيت، عرفتوا. بس والله صدقا يعني بصراحة انا وقت اشتغل بالدجاج بحب البس كفوف حتى ولو بالبيت، بس مقطوع الله لا يقطع حدا. هلا هيك شو بدنا نساوي؟ بدي نزل الدجاج. يا سلام يا سلام على المناظر، ما شاء الله. وكان هلا بدي اقلي الدجاج هيك، اعطيه تقلايه محترمه مع البصل والثوم، وهلا بنضيف عليهم البهارات. هلا هيك بدنا ننزل البهارات يا غوالي. اول شي بنحط شويه زنجبيل، شويه فلفل ابيض، موجود فلفل اسود كمان بيشتغل، نص معلقه من الكركم. هاي هي بهاراتنا. هلا بنعمل لهم تحريكه. هلا هيك بنزل الفليفله. ما شاء الله على الالوان، شايفين لي على الالوان ما احلاها، والله شي بيفتح النفس. وافتح علبة البندورة بحس حالي عم بفتح علبة البامبا ايام زمان. هلا شو بنساوي؟ هلا بنحط بندورة. طبعا انا عم بستعمل البندورة المعصورة الجاهزة، لانه بصراحة البندورة بالسوق هلا غالية وما فيها طعمة. هي انسب، بنصحكم فيها. هلا بحط قدر كيلو بندورة يعني. وهلا هيك شو بدنا نساوي؟ هلا بنزيد عليها شوية مي، مثل ما شايفين بعطيها عيار المي تبعها. تمام. وبغطي الطنجرة وبترك الدجاج لحتى يستوي، بعدين بنضيف عليه المعكرونة. هذا هو الشغل الصح. شايفين لي على هالمنظر ما احلى اخواتي؟ شوفوا كيف، شوفوا حبة الدجاج شلون استوت 100%. شايفين كيف؟ هلا هيك شو بدنا نساوي؟ هلا بدنا نحط عيار الملح، لانه استوى الدجاج عندي. هلا بنوس الغاز شوي. هيك بدنا نحط قدر معلقة ملح. بسم الله. هلا هيك نزلنا المعكرونة. هلا بنضبط المي تبعها، بنزيد المي مشان ما تنشف. بسم الله. شو بنساوي؟ مباشرة مثل ما وعدتكم بطنجرة واحدة، بس لازم نسكبها. قربوا شوفوا لي على هالمناظر، ما شاء الله. كان هذا هو صحن المعكرونة الصح. هذا صحن الأزمات والزنقات، يعني اللي جوعان مباشرة بيركض على المطبخ. هلا شو بدنا نساوي يا حزركم؟ هلا بدي اخذ وحدة دجاج هيك من هون، مع وحدة معكرونة وشوية بقدونس. شو اقول؟ بسم الله يا كريم. بسم الله. جد هذا الصحن يلي بفش القلب، وخاصة يلي عنده جوع آخر الليل، يعني بفوت ب10 دقايق بتكون أموره بالسليم، وبدها وحدة تانية على السريع. وهي الأكلات يا غوالي على الواقف ما بيمشي حالها، لازم نقعد ونقول بسم الله يا كريم. انتو جربوها واعطوني رأيكم بالتعليقات. تحياتي لكم.